لكن ربنا ستر. الحقيقة متعة كرة القدم لما بتقابل فريق كبير زي فريق البرازيل وتتغلب منه 2-1 بس، فبتبقى دي متعة تانية. يعني لولا الولد شوبير الله يكرمه يعني كان زماننا بلعنا 5-6. لكن مع كل هذا لينا مكتسبات كبيرة. الماتش ما فيهوش أي حاجة خالص، احنا بنلعب على تحولات بنظرية معتمد جمال، اللي هو ألف نظرية تمركز وتمسمر في المنطقة بتاعتك في نص ملعبك. الخصم يجيلك، عرفت تاخد من الكورة عرفت، ما عرفتش خلاص ومتطفش الكورة. عرفت تاخدها حد سريع يطلع يجري درجن 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 جيب جول. هو تقريبا حسام حسن لقط هذه الخطة من معتمد جمال اللي هو صاحب الامتياز، اللي بنقول له شابوه، نعمل لك ان شاء الله رخصة وحق الاختراع الملكية الفكرية اللي هو التمترس داخل النص بتاعه. من مكتسبات هذه المباراة ان انت لعيبتك بتاخد الثقة انهم لعبوا اسبانيا ولعبوا البرازيل ولعبوا السعودية وغلبوها. يعني شيء كبير كبير كبير، ما كانش فيه الكلام ده زمان. كنا بنروح نلعب مش عارف في موزمبيق، نلعب مع احترامنا لموزمبيق والنيجر والحتة دي. انما المباراة النهاردة يعني كانت بين مدرستين مختلفتين، مدرسة المهارة ومدرسة الخطط الدفاعية. أعتقد أن البرازيل لم تعد البرازيل بتوحشها وتوهجها وفنياتها ومهاراتها العالية. حتى المهارات ابتدت تقل، يعني لما تعصر أو تعثر زي ما بنقول بالعامية عندنا على موهبة. يعني أنا فينيسيوس ده لا مؤاخذة دفع فيه ملايين اليوروهات والدولارات، يعني ما أقنعنيش بصراحة. صراحة لم أقتنع بيه، سريع وكل حاجة بس مش هو ده. الناس عمالة بتقول إن ده لعيب فز ومش فز. أنا أعتقد إن هو يعني مجرد لعيب عادي سريع. هي المهم في السرعة والفكر والمهارة لما بيجتمعوا مع بعض ويبقى ده لعيب مميز. نرجع بقى لمرجوعنا تاني. احنا عرفنا ان مهند لاشين هيقعد ان شاء الله على الخط الفترة اللي جاية بعد البطء الشديد والجون اللي كان السبب فيه. هو المشكلة مش في الجون، ما البرازيل تقدر تجيب جون في اي يوم، بس يكون ان هو مش مدرك ان احنا ما بنلعبش طلائع الجيش او حرس الحدود او المحله، مع احترامنا لهذه الفرق. انت فين يا عم الحاج؟ انت رايح بتضيع الكوره فين؟ بينك وبين حارس المرمى مفيش 30 متر وبتضيع منك الكوره نتيجه البطء. لازم تفكر بسرعه مع الناس دي. طب شوف مرموش بياخد الكوره ديرجن على طول قدام على الجول تاني. لا لا يا بابا، الكلام ده تعمله بقى بعدين. اقعد بقى اتفرج، اقعد ساكت كده واتفرج. لما نزل الناس اتغيرت في الشوط الثاني، تريزيجيه طلع ومحمد هاني والناس دي. كريم حافظ نزل، ده اقل طبعا من الناس اللي كانت موجوده. فتوح طبعا، فتوح قمه كرويه ما بيعتمدش حد. وفي ميزه عنده ان هو بيقدر يطلع بالكوره من الخلف للامام، انه عيل حريف بصراحه، ابن السلام البار ده. كريم حافظ تقيل تقيل. زيكو ولد اكتشاف، يعني هو خطاف. انت بس يهرب او هربه هو هيروح. وولد عنده ثقة في نفسه وجرأة أكتر من هدافين كتير وأكتر من رؤوس حربة كبيرة. إمام عاشور أثبت إن هو لعيب برضه كبير،
بيلعب في المنتخب بس، انما في النادي الاهلي عايز عقده يزيد بس، انما هو بيلعب مع المنتخب. زيزو متراس مسمار، بيتحط في المكان المناسب. بيدي مجهود كبير. تريزيجيه اتغير من كونه ولد اناني وبتاع، بقى يباصي النهارده، بيباصي لزمايله وبيؤثر زمايله على الهجمه، لكن فتح هو اللي ضيعها بقى النهارده. النتيجه النهائيه من هذه المباراه ان احنا استفدنا كتير. اولا ان احنا حسام حسن يقدر يكون الراي النهائي في المكون الرئيسي من اللعيبه اللي هيخوض بيها مباريات كأس العالم، وإن شاء الله إن شاء الله يعني يجتاز الدور الأول إن شاء الله بسهولة، طالما إنك بتحترم الخصم. وأعتقد مفيش، دول صفوة الفرق في العالم، دول صفوة اللي هيلعبوا كورة في العالم أو اللي بيلعبوا كورة في العالم، وقدروا يخلوا يجتازوا ناس كتير كانت معاهم بتصفي معاهم في التصفيات. فمفيش حاجة اسمها بس ده فريق ضعيف ولا مش فريق ضعيف، طالما وصل لكأس العالم يبقى لازم يحترم. واعتقد ان احنا عندنا القدر الكافي من المراكز ومن الناس اللي هم هيكونوا التغييرات بتاعتهم اللي هيقعدوا لهم، يعني عشان يبقى في تغيير في كل مركز، 1 2 3. حسام حسن خلاص اعتمد خطة معتمد جمال اللي هو هنلعب على التحولات، لان احنا لا نملك مع هذه الفرق الا كده. حتى مع ايران هنلعب بطريقه زهق الزبون لما يجي بنفسه، مش عايز يجي احنا قاعدين في بيتنا معظم مكرمين، اللي بيجي بنعمل له الشاي ونضيفه ولا اهلا وسهلا، وبعدين نديله على قفل، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، سلام سلام، خلص تعادل، خلص ان احنا كسبنا، خلص. انما انك تتغلب دي بقى اللي انت بتلعب عليها. ان شاء الله كلنا امل، ودعواتنا للمنتخب بتاعنا الوطني، مش منتخب الهجاص اللي بيقول لك انا هشجع البرازيل النهارده، هجاص ابن الهجاص. نشجع منتخبنا الوطني، في لعيبه زملكاويه، اهلاويه، اسماعيلاويه، بتنجانيه، ان شاء الله يكون بتوع المدارس المهنيه الميكانيكيه. احنا هنشجع منتخبنا الوطني لغايه لما يقف على حيله، وان شاء الله يشرفنا في كاس العالم ويجتاز على الاقل ان شاء الله الدور الاول، دور المجموعه. كل من الطيبه لمنتخبنا بالتقدم والازدهار والظهور بمظهر كويس وحسن وجميل. كان معكم محللا واصفا مباراة البرازيل ومصر اللي الحمد لله غلبنا فيها 2-1 بس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقفل.